هتفضل طول حياتك جرافيك ديزاينر؟ لا، هترقى وابقى ارت دايركتور، هترقى وابقى كرييتيف دايركتور. وبعدين وظيفه مصمم الجرافيك وظيفه معتمده بشكل اساسي على فكره الابداع، وان اكون عايش وسط الناس وبروح هنا وباجي هنا وفاهم اللي بيحصل وبشوف بعيني كل حاجه. والواحد لما سنه بيكبر بيبتدي واحده واحده يسيب النقطه دي، والابداع عنده مش هقولك ان هو بيختفي، ولكن حفرقته وشغفه ما بيبقوش زي الاول. احنا ربنا خلقنا نوعين، نوع موظف ونوع مدير. نوع عنده القدرة انه يدير عدد من الناس مع تنمية شوية طبعا مهارات كده عنده، ونوع شاطر جدا في انه يكون موظف. الاحساس بالامان الوظيفي هو الحاجة اللي بتخليه يشتغل بشكل كويس. لو انت من نوع موظف فانت محتاج تتعلم حاجة تقدر تشتغلها لما تكبر، عشان مع الوقت انت كمصمم جرافيك هتكون راحت عليك. زي مثلا انك تتعلم الماركتنج نفسه عشان مع الوقت تبقى ماركتنج دايركتور للشركات، وشغلك ينتقل من مرحلة التكنيكال لمرحلة المسؤولية والخبرة. طيب لو انت من نوع مدير، يبقى تنمي جواك عقلية المدير وتفهم ازاي انك تقدر تقوم شركة، وتبتدي تجمع علاقات من كذا تخصص يفيدوك في شغلك. تفهم ازاي فكرة ان انا اشتغل اقل واكسب اكتر، في اني استغل قدرات الناس اللي حواليا، وان مش لازم كل حاجة اشتغلها بايدي. فكر في نفسك بعد 10 سنين، هل هتبقى لسه مصمم جرافيك؟ انا عمار المسدي، سلام.